اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. صباح الفل، صباح الهنا، صباح الجمال عليكم. صباحكم نادي بنور الله. يلا النهارده يا ولاد هنخزن البصل. هنقول لك على طريقه تخزينه الصح يقعد معاك السنه كلها، الحمد لله والشكر لله، ما يبص منه حاجه. بالله عليكم كده اللي يدخل على الفيديو ما ينسى يعمل لايك وتعليق لهناء، وارفعوا الفيديو كده، ربنا يبارك لي فيكم ويديمكم نعمه في حياه اخواتي وحبايبي. ايه يا هناء الفيديو ديت تذكره للناس اللي ما سمعتش الفيديو المره اللي فاتت. احنا جبنا البصل وهو اخضر زي ما انتم شايفين معايا. عملت فيه ايه؟ رصصته بصلايه جنب بصلايه، وغطيت الروز بتاعته من تحت كده زي ما انتم شايفين معايا. غطيتها بايه؟ حطيت طوب حواجز، لميت قشر البصل اللي فاضل معايا وحطيته. طب انت عملتيه كده ليه؟ عملته كده عشان العروق بتاعته تنشف. الفيديو بقالي يومين حد قال لي هنا ربطت، جبت البصل وهو اخضر ربطته وحطيته في بلكونه في حته ظل. ينفع ينفع، بس اساس شرط حاجه في شرط البصل عشان يتني معاكي صح وما يضربش منك، ان العروق الخضراء دي تنشف. فلو المكان اللي انت حطاه فيه جيد التهويه هينشف معاك ويبقى زي الفل. اهم شيء بعد ما ينشف مستحيل الشمس تشوفه، لان الشمس بتضرب البصل يا ولاد. يعني احنا لسه شوفوا تاريخ الفيديو ده يمكن ما نكملش 10 ايام، وتعالوا شوفوا البصل النهارده عمل ايه معايا. انا رصيته زي ما قلت لك بصلايه جنب بصلايه، وبعد ما رصيته حجزت عليه كده بطوب، وجبت الجش اللي باقي من البصل رصيت به الايه، اللهم صل على سيدنا محمد، غطيت بيه على الروس الاساسيه اللي هي الروس الحمراء. البصل بكام دلوقتي؟ البصل لحد دلوقتي زي ما هو كيلو ونص ب10 جنيه. مش عارفه، الله اعلم بيه. حتى لما كنت جايله لكم الفيديو اللي فات جبت نص الكميه وهنجيب كمان نصها، يعني الشويه اللي انتوا شايفينهم معايا دول والله يا ولاد ب1000 جنيه. قشر البصل ما تبقاش، جبت شكاره زي ما انتوا شايفين كده وحطيتها وثبتها بحيث ان كل روس البصل معايا تبقى متداريه الشمس ما تكونش شايفاها. مع ان المكان ده مش شمس باستمرار، شويه شمس وشويه ظل. ليه؟ لان المباني بتعمل ظل يا ولاد. مكان يعني مش في حته فضاء، يعني حواليها مباني من كل ناحيه، فالجدار ده بتجيب ظل شويه، ده بتجيب ظل شويه، بتنها زي الفل. اللهم صل على النبي. غطيته وحبكته وسبته زي ما انتم شايفين معايا، وتعالوا بنشوفوا بعد 10 ايام لقيت البصل عامل ازاي. وتخزنيه امتى بالظبط؟ يعني الوقت اللي انت هتخزني فيه يكون امتى؟ احنا هنا كانت الساعه 7 الصبح. ليه البصله لسه مرطبه؟ ما تجيليش مثلا الساعه 2 او بعد العصر، البصله بتكون سخنه، بتكون الشمس خبطت فيها. هنا كنت بنقول لكم وصلت الحمد لله بالسلام. مقطعه كده شويه حتت قماش قديمه، قطعتها كده. عندك فتل، عندك اي شيء ربطي، ودي طريقه وهنقول لك على الطريقه التانيه برضه. اللهم صل على النبي. كنت بنقول لكم ايه؟ بنقول لك تعمليه بدري، يعني لما تبقى هتخزني خزني بدري. واهدي نفسك. لو انت مرشقه البصل زي كده، روحي الصبح امسكي بصلايه، وروحي بعد الظهر امسكي بصلايه. هتلاقي البصلايه اللي انت ماسكاها بعد الظهر سخنه والعه. من ايه؟ يعني من الشمس. فخزني البصل وهو مرطب. نكون لسه الصبح كده، قومي هاتي بصلك واعملي ايه، شرشي شيء زي ما انتم شايفين معايا كده، وما تكبريش الشراش. انا بنجيب يجي 10 بصلات 15 بصل على قد ايدك ما تاخد. وبنيجي جايبه القماشه اللي معايا او الفتله اللي معايا ماسكه من طرف، والطرف التاني طويل، ونبدا نلف على العروش بتاعت البصل ونشد. طرف يكون صغير بتربطه منه، والطرف ده طويل ليه يا هنا؟ عشان نربط بيه. يلا على ما نربط شرشين. يلا كده ما تنسوش اخواتنا بتوع فلسطين في الدعاء، ربنا كده يرحم موتاهم ويشفي مرضاهم وينصرهم نصر يتعجب لها اهل الارض والسماء. تبارك فيهم وتنصرهم يا رب، وتجبرهم وترزقهم الخير ببركة الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. تبارك لكم في أولادكم وأحفادكم وترزقكم الخير يا حبايبي يا رب. اللهم صل على النبي. بالنسبة للناس اللي سألت الفيديو اللي فات يا هناء، ال- انت الارقام اللي بتقول عليها الفيس ديت احنا مش ضامنينها، احنا فعلا مش ضامنينها، بس انا هنعمل ايه؟ قله حيله. يعني انا بنشوف اللقطه اللي هم حاطينها بتقطع قلب الواحد. ففي اخت برضو دخلت على الفيديو اللي انا كنت جايله فيه الفيديو اللي فات، وقالت لي هنا في بنك الطعام المصري وفي الهلال الاحمر المصري. دول يا ولاد مصدرين موثوق منهم ان انتوا تبعتوا التبرعات عليهم. الله يبارك لها ويسترها معاها كده اللي كتبت لي في التعليقات. قالت لي بنك الطعام المصري والهلال الاحمر المصري دول افضل مكانين تبعتوا فيهم اي تبرعات تعملوها. والله العظيم يا اولاد لو معاكي 100 جنيه، 100 مني على 100 منك على 100 من دي على 100 من ديت هنكمل 1000 جنيه. ابعتيه، قولي للي حواليك وقولي لحبايبك، قولي لاولادك. عارفه اولادك لو كل واحد دفع 20 جنيه وانت دفعت عليهم 50 جنيه ودفعتيهم، ربنا يجعله في ميزان حسناتنا وحسناتكم يا رب. تبارك لكم كده جميعا يا اولاد، وتسترها معاكم وتديمها علينا نعمه يا رب، وتحفظها من الزوال. تبارك في اولادكم واحفادكم وترزقهم الخير دايما يا رب، وتكفي اولادنا شر البلاوي، وتكفينا شر الظلم. يا رب تكفينا شر الظلم.
اللهم صل على النبي. عملت ايه يا ولاد؟ زي ما انتم شايفين بنجمع البصل كله على بعضه اشراش، ونيجي جايبه ايه القماش، ماسكه طرف صغير في ايدي، ده للعلم بالشيء لان فيه بنات كتير وناس كتير مش هتعرف تعمل كده يعني العيال جم ربطوا معايا شرشين، تعالوا هتشوفهم في اخر الفيديو عاملين فيا ايه. خلي طرف طويل وطرف صغير معاكي بحيث انك تلفي من الطويل وتربطي ويتنيه طويل معاكي، بحيث انك وانت بتعلقي على مسمار على زي ما تشوفونا هنعمل كده يكون اتعلق معاكي ومية مية. اهو شرشي بقى البصل اللي عندك كله بالطريقه دي، تشرشي 2 3 10 على قد ما تقدري. طيب وبعد كده يا هناء هنقول لك برضه تحفظيه ازاي. انا مش عارفه الميكروفون ده شغال عامل معاكم دوشه بقى ولا ايه، بس انا كنت دخلت نسجل والله ما عارفه يا اولاد، هنسمعه بعد كده نشوف. ربنا يصلح حالنا وحالكم. خلي بالكم اكتر حاجه بتضايقني لما ندخل نسجل كده وحاجه تعمل ازعاج كده، ولسه هنجيب من الاول ونعمل، يلا ربنا يسترها بقى وايه ونشوف. طيب عملنا ايه هنا؟ نفس العمايل. هنا البصل الصغير انا بنفرزه ورايا بنخليه لوحده. اعمليه واستخدميه الاول زي ما قلت لك، اعملي مخلل زي ما تعملي اعملي، يعني انا فرزاه اول مره وتاني مره هيبقى فيه. وخلي بالك وانت بتشتري البصل اشتري البصله الوسط، سيبك من الكبيره خالص ديت. البصله الكبيره يا ولاد بتبقى كلها ميه، بتبقى كلها ميه ميه ازاي، انا بتبقى شاربه ميه كتير، تبص تلاقي البصلايه داخله على نص كيلو. فديت زي ما هي كبيره كده بتبص معاك بسرعه، ما بتستناش معاك ان هي ايه. اللهم صل على سيدنا محمد، الله يرحمها ويسامحها. والله ما عارفه نعمل ايه، مش عارفه، هنكمل وزي ما تيجي. ربنا يرحم الجميع يا جماعه. والله يعني عندنا هنا في الارياف يا اولاد، حتى لو في بلاد جنبنا ناس منها متوفيه بيجي يذيعوا في المكان اللي احنا فيه في كل البلاد المجاوره حواليه. ليه؟ عشان الواجب الناس كلها بتروح تعزي وكده. فعشان كده تلاقي يعني مش من البلد عندنا خالص، وهم احنا عندنا كده نظام الارياف. شايفين شرش البصل معايا؟ شايفين لون البصله وجمال البصله وحلاوتها؟ يا سلام على اللون الاحمر الجميل ده. احلى بصل يا ولاد البصل الاحمر. ربطت الكميه اللي انتوا شايفينها معايا ديت، كان هنا خلاص القماش اللي معايا خلص. طب انا هنعمل ايه؟ هنقول لك على الطريقه التانيه اللي هتخزني بيها وبنخزن بيها كل سنه وما شاء الله عليها زي الفل. اللي هي هاتي بقى البصل زي ما هو كده. كان هنا البنات صحوا وجوم يلا معانا، قلت لهم يلا انا جاي لكم نعملهم بدري يا اولاد، يا دوب ركبوا العيال الحضانه. قلت لهم يلا نعملهم بدري عشان يبقوا مرطبين، ما نستناش لبعد العصر كده ونروح نلاقي البصله سخنه مولعه هتسخن على بعضها بعد ما تحطيه، هتضرب بعضها بصل هيبوظ. فيلا كده جردل غلق اي حاجه عندك وابدأي كده شيلي، املي كده فيه وشيل. هتعملي فيه ايه يا هناء؟ خدت حبه قشر بصل من اللي حواليا ورحت فرشاهم في ارضيه الصندره. وانا يا اولاد بنعمل كده على طول، يعني كل سنه ما نعمل بالطريقه دي، بنحط البصل ده في الصندره من غير تربيه. فالسنه اللي فاتت ابراهيم ابني ربط شويه وعلقهم، صراحه ربنا يكتب لكم بالله لحد دلوقتي لسه فيهم عندي، يعني انا مش طايله نجيبهم لانه معلقهم في السقف، مش طايله نجيبهم وزي الفل باذن الله هنبقى نوريهم لكم برضو ايه، خلينا ننزلهم ونوريهم لكم. فهناخد الباقي كده زي ما انتم شايفين اهوت، نعبي ونفضي في الصنداره على بعضه، ما تقلقيش مش هيجرى له اي حاجه. واللي شرشته ده هنقول لك برضه هنعمله ازاي. اللهم صل على سيدنا محمد. كده كميه البصل اللي معايا كلها خلصت. الجش اللي حواليا ده هتعملي فيه ايه؟ هتبدأي تفريه واحدة واحدة، هتلاقي فيه بصل كتير، الأمر ما بيخلاش ما بيسلمش، بتبص تلاقي حواليك بصل في كل مكان انت فيه هتلاقي فيه بصل. فبنيجي واخدة القش ده يا ولاد واخداه واحدة واحدة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اهو زي ما انتم شايفين كده اهوت، بنبدأ كده نجرجر ورايا كده ونلمه، والبصل ده وشايفين بنبدا كده واحده واحده برضه. ما تستكتريش الحاجه، ما تقوليش ده يامي الشويه دول هنرموهم هم يلا ارميهم كده مش هينفعوا، لا اوعي اوعي والله العظيم. احنا ساعات بالبصل بيضرب بيبوظ بيخلص، بتبقى تدوري على بسجايه بصل صغيره يعني حاجه ما تذكرش بتبقى عايزه تعمليه. فحافظي وفري دايما، احفظي الحاجه ربنا هيكرمك. كان في مثل زمان بيقولوا لنا ايه، لم النعمه تلمك، يعني لميها كده وحافظي عليها. والله العظيم يا اولاد ست الله يرحمها ويسامحها تقول الفرافيت اللي على الطبليه ديت لميها وحطها للطيور، حرام عليكم لما ترموها يا اولاد، لموا النعمه تلمكم. فاحنا ماشيين بالمبدأ ده، وعودوا ولادكم على كده، عودوا حريم ولادكم على كده، عودوا اي حد بتحبوه على كده. انا جبت البصل اهو وبدأنا كده بالغلق. انا فرشت حبه بصل في ارضيه الصنداره ورحت عامله ايه، جايبه الغلق كده زي ما انتم شايفين معايا، وجايبه ونفضي ونفرد. البصله معايا مرطبه صاجعه ما هي السخنه، مش هيجرى لها اي شيء.
على بعضه يا هنا، على بعضه. انا دي طريقتي يا اولاد كل سنه، والناس اللي متابعاني هتلاقوني عاملاها كده السنه اللي فاتت. اهو بصله ناشفه، العرق بتاعها ناشف خالص كده زي ما انتم شايفين معايا. وابدأي كده املي الصندوره بتاعتك على قد ما تاخد. حابه تغطي بشويه قش رز غطي، ما عندكيش قش رز سيبيه زي ما هو، مش هيجراله اي حاجه، هيتنيه زي ما هو. اهو عندك كميه اكتر من كده حطي، لو وصلتها للسقف مش هيجرى لها اي حاجه. اول ما بتيجي تشتغلي منه بتطلعي بقى واحده واحده كده منه. انا بنحطه هنا وبنقفل عليه ليه؟ لان الصندره في الاوضه اللي فيها الطيور يا ولاد، فلو سبتها مفتوحه اللهم صل على النبي كله هيوجع منك. يعني انت عارفين الفراخ ما بتصدق او البط ما بتصدق بيلاقي حاجه يقعد يغزغز فيها. فانت كفلي لو حاطه زي كده عند الطيور كفلي. طيب انا ما عنديش هنا صندره ولا عندي مكان نعمل فيه، علقي في البلكونه. طب ما عنديش بلكونه، اللهم صل على سيدنا محمد، نشفيه حلو وهاتي كراتين او عدايات وحطيه فيه. وحطيه فين؟ في المطبخ في اي مكان. بس انا بنقول لكم ان اكتر الناس اللي بتخزن الارياف ممكن في المدن، وقولوا لي برضو في الناس اللي في المدن بتجيبوا كميات زينا ولا بتعملوا ايه؟ بالله عليكم كده ما تنسوا تكتبوا لي كده في التعليقات. بتجيبوا كميات زي ما احنا بنعمل وتخزنوه، ولا بتشتروا اول باول؟ لان انا عن رايي يعني ما فيش مكان اللهم صل على النبي للتخزين، فممكن تكونوا بتشتروا اول باول وعرفوني. انا حطيت خشبتين دلوقتي زي ما انتم شايفين، واحده كده وواحده كده. المفروض دي كان يبقى ايه، حاجات حديد ليه؟ عشان تشيل. واستنوا بقى شوفوا الكارثه اللي هتحصل معايا. خدتهم كده اللهم صل على النبي وشديت اهو، فتة العاديه خالص بس جامده تستحمل. ولفيت هنا وشديتها تاني للناحيه التانيه ليه؟ لقيتها طويله. كنت هنربط هنا، رحت شدها تاني. وابدأي لفها وظبطيها واربطي كويس بحيث انها ايه ما توجعش منك، ما تنزلش منك، تبقى انت شاده الايه الرباع. وهاتي بقى البصل اللي احنا شرشناه دي. انا هنا كنت بنربط ونخلي الحاجه متينه. اه هنا شديت وحاسه انها مرخرخه، حتى قلت لهبه خلي بالك الناحيه ديت مش هتشيل. ليه يا ماما؟ قلت لها انا قلبي حاسس قلبي حاسس بكده. ويلا جبت، قلت نجيب واحده، قال ايه نسنتها، بس سندتها على حيطه مايله والله العظيم يا ولاد سندتها على حيطه مايله. هاي اضرب 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 ودق يا بنت هنا واعملي وكسري. طب ما فيش فايده، بصوا المايل مايل والله ما بينعدل ابدا ورحت جايبه ناوليني يا هب، هبه تناولنا وانا نربط. ربطت 3 4 تشراش كده. استنوا بقى عشان نشوف المفاجاه مع نفسكم. اربطي كده وسيبيه يقعد معاكي مسافه طول السنه، طول ما انت محافظه عليه ما فيش حاجه تيجي عنده، هيتنيه متعلق زي ما هو. والسبب في تعليقه او بنقول لكم كنت خايفه، قلت الحمد لله جت سليمه. بس اهو يلا قعدت نربط كده بقى. هي دي تشيل يعني، اللهم صل على النبي. ابراهيم ابني كان حاطط فيها اكتر من 10 تشريش ولا 15 شرش، بس كان رابطها فين؟ في عروق الخشب في السقف، مش داقق لها زي كده في الجدار. بس انا اخر طولي كده، هنعمل ايه يعني كل واحد على قده يا جماعه. خلي بالكم انا مش قصيره، بس يعني هو برضو الواد شكله كان طالع على حاجه، لان لقيته عاملهم في السقف والله العظيم. فاهو جيت نور قلت لها هبه، جت قلت لها لا ده كده الدنيا مش تمام خالص يا ماما. قلت لها والله لا توجع دلوقتي. قالت يا ماما والله ده جامد اربطها اهي. رحت رابطه كمان واحد. وده كان هم مربطينه معايا. الفتله بتاعته صغيره، مش عاملين زي كده سايبين ناحيه طويله وناحيه قصيره عشان نربط منها. ما عرفت سبته. هات يا بنتي واحد تاني. جبت اللي فتلته طويل ورحت رايحه ربطاه. اللهم صل على النبي. شايفين بقى الناحيه الطويله والناحيه الرفيعه اللي قلت لكم عليها من الاول؟ ناحيه طويله وناحيه قصيره، بحيث ان انت تربطي من الناحيه اللي هي الطويله دي تربط معاكي وتبقى مية مية. اهو اللهم صل على النبي. لحد هنا تمام. ناوليني يا هب. بقيت عايزه عايزة امسك الخشبه بايديا وانا بنربط. خلي بالك والله العظيم بتبقى حاجات تخليكي كده ايه، ما انت شايفه من ضحك هو شر هو يعني وجع بعد ما ربطت عمل. بس الواحد ما بيبقى سبحان الله يعني. شفت اللي بيقول لك هم يبكي وهم يضحك، من يجي ضحك على طول. هنعمل ايه اهو. هنا كنت مسكتها بايدي نشوف ايه اخبارها اهي. بدأ رخت 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 خلاص معايا وراحت نازله. رحت لفها على الاولانيه. شايفين الاولانيه شايله كده 4 تشرش ولا 5، ورحت سايبها. ورحت جايبه واحده تانية ومربطه فيها كمان 3 4 تشراش. وقلت لها يلا يا بنتي، رحم الله امرئ عرف قدر نفسه. سيبهم كده على ما الشباب يجوا من الغيط يجوا يعلقوهم لنا. ما أنا مش هنتعب نفسي ونربط ونرجع تاني نحط في الصندر.
خلصت وروقت الدنيا ورحت طالعه كده ايه، عندنا طلبات اوردر، شويه اوردرات كده زبده. العيد بقى كل سنه وانتم طيبين، العيد الكبير، والناس اللي عايزه تعمل رقاق واللي عايزه تعمل حاجات حلوه. ويلا نشوفوا زبده هناء وجمال زبده هناء. ودي الزبده الاصليه مش ام 120. انا زهقت من حوار ال 120، اقسم لكم بالله بيجي لي رسائل على الواتس، ويا هناء دي صوتك وزبدتك وحاجاتك، ونقول لهم والله كل حاجه بتاعت، بس الفيديو مش بتاعي، هم سارقينه ومنزلينه عندهم يا اولاد، وبيعوا الزبده مغشوشه. حطيت صفيحة اللهم صل على النبي قشطة أو كريمة أو زي ما بتقولوا عليها، هي قشطة. ورحت حطاها كده وضربها بالعجان، اللهم صل على النبي. شغلك يا ولاد أهم شيء، زي ما بنقول لكم على طول ونحسكم اسعوا. أي حاجة تعرفي إنها هتجيب لك قرش وتزود دخلك اعمليها. ما تسهجيش، ما تبطليش. يعني احنا جينا من ورا من عند البتاع بقى، أكلنا الطير واللي لمت البيض وعملنا، وزي ما بنقول لكم على طول إيد على إيد بتساعد. واحده هنا وواحده هنا بسرعه كده، وروحنا فطرنا وقلت لهم يلا اقعدوا. ورحت انا داخله على الايه، على شغلي. كل واحد يعرف شغله ويعرف اللي هو بيعمله. ورحت جاي محط الصفيحه ورحت مطلعاها كده زي ما انتم شايفين، ما شاء الله ما شاء الله. ومطلوب مننا شويه يتسيحوا يا جماعه في ارضكم، والله ما فاضيه والدنيا حر، بالله عليك يا هنا احنا بنبوظها لما نسيح. ورحت جايبه كده الايه الحاجات اللي هنسيح فيها، ووزنا السمنه بتاعته، ويلا يا ولاد نسيحها وشوفوا زبده هناء وجمال. اللهم صل على النبي. هنا بنعصر كويس من الخض. عصري يا بنت هناء واتكي، وراعي ربنا في كل شيء تعمليه. كل شيء نعمله نراعي فيه ربنا. مفيش حاجه هتدخل معانا القبر يا اولاد الا عملنا الصالح. عملنا الصالح ده اللي هيدخل معانا. شايفين الزبده وجمالها؟ نعصر فيها ونصفي فيها لما ما نخليش فيها اي حاجه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. كبسي بايديك واضغطي كده واعملي. يا سلام يا اولاد على الاحساس ده. زمان ما كنا نقعد جنب امهاتنا وستاتنا كده وهم بيطلعوا الزبده ويحطوها على ايديهم وينطقوها كده. يا ست انت مش خايفه توجع من ايديك؟ تقول لي لا توجع ازاي. اهو بصوا والله العظيم فعلا كتر الحاجه قدامك بتخليكي شاطره، بتخليكي تعرفي تعمليها، وبالذات لما تبقى واحده عايزه تتعلم. انا كنت يا اولاد نبقى دافسه نفسي في كل حاجه، في خبيث في اي حاجه تلاقيني ايه شغاله معاهم. فالحمد لله والشكر لله زي ما انتم شايفين كده. هنبدا نوزن. انا هنا جربت لكم، عايزاكم تشوفوا بياض الزبده وجمالها ولا ريحتها يا اولاد. اللهم صل على النبي عليه. ريحتها ما شاء الله. توزني بقى زي ما توزني، اللي عايز 8 واللي عايز 5 واللي عايز 10، كل واحد وحسب ما هو عايز صراحة يعني. بس أنا يعني التسريح ده كنت في الشتاء بنسيح، لكن دلوقتي الجو حر. بس المشكلة إن أنا بنقول يلا، يعني الست جات لي والله أنا ما هنعرف وبتبوظ مني وما بنلاقيهاش حلوة مش عارفة إيه. قلت لها خلاص خلي توكلك على الله. تعالوا شوفوا الجمال. شوفوا زبدة هناء يا ولاد، بذمتكم بتلاقوا زبدة زي دي؟ شفتوا الحلاوه كده؟ الحاجه المنايفه حاجتهم زي الفل. خدت اول حله وحطيتها على البوتاجاز، ورحت جايبه التانية واخدها وزنه فيها وجايباها كمان حطها على البوتاجاز. يبقى كله مع بعضه تخلصي شغلتك. مش هنقعد بقى نسيح ديت ونرجع نسيح الخمسه التانيين، لا. رحت جايبه زي ما انتم شايفين كده، ورحت ايه حطاها هنا. بنوريكم المسه ونعوميتها وريحتها الجميله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. حطيت الحله التانية ولحت عليهم وسبتهم. يا ولاد هتسيحيها ازاي يا هناء؟ بتحطها على النار وتخلي النار عاليه لحد ما تبدا كلها تفك، تبقى زي ما انت شايفه معايا كده زي الميه. هدي عليها النار وسيبيها. هتاخد معاكي ساعه الا ربع نص ساعه حسب الكميه. يعني ال5 كيلو صفوا قبل ال8 كيلو بكتير، مع ان حاطه ال8 كيلو الاول. بس كل حاجه حسب الوقت بتاعها. يعني انا ساعات بنعمل تيست كده، نجيب كيلو نسيحه ونوزنه نشوفه هيصفي معايا سمنه قد ايه سايحه. الكيلو ده ما بياخدش معايا دقايق، يعني 10 دقايق بالظبط بكون مستسيح معايا. وسيحت الزبده يا ولاد. وتعالوا شوفوا سلاسل الذهب بتاعت هناء. ايه الجمال ده يا ولاد؟ دول ال5 كيلو. اللهم صل على النبي. شايفين الجمال؟ شوفوا صفوا معايا سمنه قد ايه. بصوا يا ولاد بقى، بألف هنا وشفا يا رب للي خدوه. بألف هنا وشفا. ودول ال8 كيلو. وكل تسيحه بنحط معاها المرته بتاعتها. قولوا رأيكم في الجمال بتاعنا. شايفين؟ اللهم صل على النبي. واللي وصل معايا لحد هنا يقول لي شفت السمنه يا هناء، ويقول له رأيه في سمنه هناء. ربنا كده يديمكم نعمه في حياتي ويبارك لي فيكم اخواتي وحبايبي. استودعكم الله. شوفوا وشكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.